الليث حيدرة أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعا. هذا وبعدين أنا وفق هالحديث المبارك نظمت قصيدة دائما يطلبونها الشباب ودائما يقولون سيدنا نقسم عليك بجدتك إلا ما ذكرت هاي القصيدة. اسمها القصيدة المحمدية العلوية أو القصيدة المحمدية العلوية. هاي نظمتها قبل 10 سنوات وقلت في مطلعها: بعث الإله إلى الأنام محمدا وأتمها بخلافة المولى علي، وتنزل القرآن عند محمد، وكمال تأويل الكتاب غدا علي، وإلى معارج السماء محمد يرقى، فيلقى عند سدرتها علي، ويقيم صرحا للجهاد محمد. من ذا الذي صرح العتاة سوى علي؟ في خندق الأحزاب نادى محمد: من ذا لعمر؟ فانبرى يمضي علي. وكذاك في أحد أصيب محمد، فر الجميع وكان كرارا علي. فلرحمة الباري علينا محمد، والصدمة الكبرى على الأعداء علي، ومدينة العلم العظيم محمد، والباب للصرح المبين غدا علي. فاعلم لواء الحمد باسم محمد، ونراه في يوم القيامة مع علي، والحوض يوم الورد ملك محمد، لكنما الساقي عليه غدا علي. أعطى إلهي كوثرا لمحمد، من زوج الطهر البتول سوى علي، ويحج في بيت الإله محمد، أوليس من بيت الإله أتى علي. والجنة جعلت لدين محمد، والجنة المثلى لدين محمد، لكن بشرط دخولها تهوى، والنار ما خلقت وحق محمد إلا لتصل الحاقدين على. والجنة والنار قل لمحمد، وقصيمها يوم الحساب غدا. وأتم بالإيمان دين محمد، وبها تسمى يوم خندقهم. وعلي يدعو ربه بمحمد، ومحمد يدعو بحق أخي علي. إذن هذا الإمام العظيم الذي على الأمة بأكملها